مستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو دكتور وسيم عثمان، اختصاصي بالأمراض العصبية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. يسعد مساك دكتور. يا هلا أستاذ عماد، وشكرا جزيلا للقناة المرتبة. يعني شكرا لكم إن شاء الله دكتور. أتمنى لكم التوفيق. شكرا دكتور. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا اليوم برنامج صحتك بالدنيا بحلقة جديدة، ضيفنا أخصائي أمراض عصبية، واليوم اخترنا موضوع جدا مهم ومن الأمراض الشائعة والحالات الشائعة اللي عم تزور العيادات العصبية، اللي هو ألم أسفل الظهر. عامة الناس بيشكوا من هالحالة هاي إذا جاز التعبير نتيجة الظروف المعينة. أكيد الدكتور رح يشرح لنا إياها، الأسباب، الأعراض، كيف بيجي شكل هالحالة هاي أو هالألم هذا. بالعامية بيسمى مثلا عرق النساء. كتير من الناس بنسمع فيهم إنه والله رحت عند الدكتور قال لي في عندك ألم أسفل الظهر. فالعديد من المحاور مجهزين إن شاء الله رح نطرحها مع ضيفنا الدكتور وسيم. لكن إذا فيكم تنضموا، لأنه أكيد رح تأغنوا لقائنا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي، رح نكون مسرورين. وخلونا نبلش لقائنا دكتور. ألم أسفل الظهر هي من حالات الشائعة، سواء كانوا الصغار السن إذا صح التعبير وكبار السن. يا ترى شو هو كتعريف؟ تمام. هلا ألم أسفل الظهر هو عبارة عن إحساس بالانزعاج. الانزعاج ممكن يكون شديد أو يكون انزعاج خفيف في المنطقة القطنية، يعني الموجودة بين قنزعتي عظم الورك. طبعا ألم أسفل الظهر كتير تغير بالنسبة لمفهومنا لألم أسفل الظهر حقيقة بالنسبة عالميا، ويمكن ما وصلت المعلومات لسه لهون يعني، ولكن بصراحة هو يعتبر سبب كتير مهم للعجز. نعم. تاني شيء يعني بالعام 2020 كان عدد اللي عانوا من ألم أسفل الظهر كان عددهم 600 مليون، وهذا الرقم مرشح أنه يكون فوق 800 مليون ب 2025. فلذلك الألم أسفل الظهر هو حالة شائعة جدا، وأيضا أحيانا بتسبب العجز. وطريقة العلاج بصراحة اختلفت، لأنه تم رؤية أنه 90% من آلام أسفل الظهر هي آلام غير نوعية، وعلاجاتها تغير بشكل التفكير باتجاه العلاج تغير، وبالتالي صار من المهم جدا معرفة شلون نتعامل مع ألم أسفل الظهر مشان نعالج المريض ونرجعه للحياة الاجتماعية اللي هو يعيشها. تماما دكتور. هلا شكل هالعرض هذا كيف بيجي للمستمع؟ ممكن كتير ناس معهم هالعرض هذا ما بيعرفوا يعني، او ما بيعرفوا هالتشخيص هذا، لحتى هيك نفيد المستمعين للي عم يسمعونا وحتى للي عم يشاهدونا شكل وعرض هالمرض هذا. هلا نحن اذا اجينا للمنطقة اسفل الظهر، المنطقة اسفل الظهر بتضم عدة مناطق فقرات يعني. او مناطق. اولا بتضم فقرات قطنية اللي هي عظم، يعني عمود الفقر. يعني بين الفقرات يوجد قرص بلاستيكي يعني مرن، يعني هو عبارة عن القرص بين الفقرات، وهذا نسميه باللغة الأجنبية بالديسك يعني. نعم. حتى باللغة العامية بيقولوا ديسك. هلا حوالي هالأمور في أربطة، في مفاصل تربط العظام الفقرات ببعضها. نعم. ويوجد أيضا عضلات مرتبطة وعم ترتكز على هذه العظام. لذلك هدول أي مرض يصيب أي بنية من هالبنى رح يعطي ألم أسفل الظهر. فألم أسفل الظهر هون رح تختلف، يعني إذا كان عنا المشكلة هي بالديسك، الديسك طلع من محل وفات بالقناة الشوكية، فراح يعطي ألم معين له صفات معينة. أما إذا كان الألم هو بالفقرة بسبب احتكاك المفصل بين بعضهم وصار عنا مناقير، صار عنا انقراص بالمفصل بين الفقرات، فهذا أيضا رح يعطي أعراض وصفية لهم. يعني إذا كانت الموضوع بالعضلات نفس الشيء تماما. ولكن بصراحة يعني نحن دوما يعني المشاهد حاليا عالميا يعني انه الرؤية انه 90% من آلام اسفل الظهر هي آلام يعتبروها غير نوعية، حتى اذا في ديسك. تماما. حتى اذا في ديسك. فلذلك
والعلاج هو علاج طبعا مختلف بالنهاية. رح نحكي بهالموضوع شلون نحن العلاج اللي نحن هلا بصراحة في أخطاء كبيرة يعني بعلاج آلام أسفل الظهر حاليا عندنا بالمنطقة المناطق النامية يعني. نعم. فلذلك فهدول يعني مثلا نحن لما يكون عندنا مثلا الديسك دخل بالقناة، فهذا لما المريض يرتاح ممكن يحس بزوال الألم تماما. او مثلا اذا كان مثلا تحرك بلش يمشي هيك، فممكن يزداد الانتباج الديسك لجوا، فممكن يضغط اكثر على الكم السحائي او على الجزر فبيعطي الم. صح. فهذا نسميه الم ميكانيكي يعني. نعم. فهذا بيوجهنا باتجاه الديسك اكثر. اما اذا كان في عنا مناقير او عنا انقراص في المفصل، صار في نوع من الاحتكاكات والفقرات اقتربوا من بعضهم وصار يحتكوا بعضهم، فصار عندنا مهاميز عظمية. نعم. فهذا ممكن المريض يعطي ألم مختلط، يعني لما يفيق الصبح في وجع، يمشي يتحرك يروح الوجع، ممكن أيضا على الحركة الزايدة كمان ممكن يصير ألم. طبعا عدا عن الحالات الثانية اللي هي العضلات، الإجهادات العضلية اللي بتصير نتيجة النوم على أسطح غير مناسبة أو التعرض للبرد أو مثلا الحركات الالتوائية المفاجئة، وإضافة إلى الأربطة اللي هي أيضا مرتبطة بالعضلات. ممكن هالأربطة أيضا بمناورات معينة، رياضات غير مثل ما يقولوا صحية، فممكن يصير تمزق بهالرباط يعني. فلذلك هذا الشيء اللي نحن تغير الموضوع، تغير رؤية الطب إلى ألم أسفل الظهر. نعم. مقارنة بالسابق. هدول كلياتهم صاروا يعتبروا أنه هذا عبارة عن ألم غير نوعي، وعلاجه ليس العلاج كما السابق. تماما. اختلف يعني. اختلف ورح نحكي فيه بالنهاية. أكيد. بالنسبة أما الشيء النوعي يعني. نعم. النوعي فهون 10% بشكل هذا الأمور. فهلا الآلام النوعية إذا عندنا مثلا كسر بالفقرة، أو عندنا مثلا نقاء الخبيثة بعيد عنه هون يعني. نعم. إلى الفقرات، أو عندنا بعض الأمراض اللي بتصيب العمود الفقري مثل مثلا التهاب الفقار اللاصق، أو مثلا الحمى المالطية، أو مثلا يصير عندنا التهاب جرثومي بالديسك. فهدول صار يحطون بضمن الحالات النوعية، يعني السبب النوعي لألم أسفل الظهر، وهي يشكل 10%. وبالتالي أنت بتشوف 90% من الحالات هو ألم غير نوعي. وهذا الألم الغير نوعي إذا لم يعالج بشكل دقيق راح يؤثر على المريض مهنيا واجتماعيا، وراح يدخل بحالة نوع من العجز يعني. تمام. فبس نصل العلاجات نحكي. أكيد دكتور. هلا من جملة اللي حكيتهم هدول كلهم يعني بيندرجوا تحت موضوع الأسباب، وكمان عامل الخطورة كمان يعني ذكرت شيء منه. هلا طبيعة العمل دكتور له دوره، عامل الوراثة متهم بهالشيء هذا. لو نحكي هيك بشكل مفصل عن العوامل المسببة وعامل الخطورة. تمام. هلا نحن إذا جينا من التعريف اللي نحن حكينا وزبطنا الأمور شو هو ألم أسفل الظهر مرتبط بشو، فرح نفهم لحالنا عوامل الخطورة. أكيد. يعني هلا عوامل الخطورة هي أول شيء هو الاستعداد الوراثي لحدوث بعض التنكسات أو الآلام المزمنة. بالنسبة إذا كان الألم عم يصير بعد العمر 50 وهالأمور، في أشخاص ما بيصير عندهم الموضوع هذا، وفي أشخاص بيصير معهم هالشيء، ويكون اثنيناتهم بنفس العمل وبنفس الشغل وبنفس عنده قابلية، فهذا عنده استعداد شخصي للإصابة. الحالة الثانية هي الأعمال المجهدة، يعني مثلا عندك عدالين الحمالين، او مثلا اطباء حتى الجراحه مثلا، خاصه الجراحات الطويله يعني اللي تتطلب وقوف مديد وهيك. فبتشوف هدول ايضا بيصير عامل خطر للموضوع. عامل الخطر الاخر هو الرد، يعني الردود المتكرره مثل اللي بتصيب الم اسفل الظهر مثلا، او مثلا يعني بيتعرض لدوام مثل الرياضيين لاعبين كرة قدم هالامور، رفع الاثقال فبيصير عندهم كمان الرياضيين يعني. اضافة الى في عوامل خطورة غير مفهومة يعني مثل التدخين. التدخين حاليا يعتبر هو عامل خطورة لألم أسفل الظهر، وايضا رح نحكي فيه بعدين
أكيد دكتور. إضافة إلى الطبيعة أيضا المهنية والشخصية للشخص يعني. صح. يعني بتلاقي اللي بيشتغل بموضوع يعني عامل اللي بيشتغل السيراميك، الأعمال المجدية اللي بتتطلب جلوس لساعات طويلة، مثل ما ذكرت الجراحين جلوس لساعات طويلة، طويلة. فهدول الأمور كلياتها بتلعب دور، ولكن دوما في استعداد شخصي لإصابة بألم أسفل الظهر. تماما. طب دكتور، إذا تفاقم هالألم هذا وما تشخص وما تعالج ممكن لشو يؤدي يعني؟ الألم نحن مثل ما قلنا إذا كان الألم غير نوعي اللي هو 90% من الحالات، 90% بتعمل نوع من يعني عجز. عجز الشخص، بده يكون عنده مهنة مثلا دكتور أو كان مثلا مذيع شو ما كان، راح يروح على شغله، فهذا راح يؤدي إلى حدوث خلل بالعمل عنده يعني. أكيد. إضافة إلى خلل اجتماعي، إضافة إلى كتير أمور ممكن تأثر عليه مثلا دكتور. فهذا نسميه عجز. وهذا العجز لما نحن نقول في 600 مليون مصاب بألم أسفل الظهر، فنحن عم نحكي عن رقم كبير. تماما. طبعا نحن عندنا هون بصراحة الرقم هذا مؤهب ليتضاعف يعني. تماما. فنحن عندنا هون ما يهمنا هالرقم يعني بصراحة بالدول النامية، ولكن بالدول المتقدمة بيهمنا كتير، لأنه العمل هو جزء من حياتهم يعني. طبعا. فلذلك نحن عندنا هون يعني نجي نشتغل ساعتين ثلاثة نروح على البيت ونتسطح لثاني يوم. تمام. أما هنيك لما يجي موظف وما يقدر يشتغل لنهاية الدوام وهالأمور، فهذا يشكل عجز اقتصادي يعني. صح. فلذلك عم أمور كتير مهمة، وعم يعني دراسات المتواصلة بهالمواضيع، وأنا متابع الموضوع بشكل دقيق يعني. حلو كتير. طيب دكتور، هالحالات اللي بتجيكم على العيادة كيف بتشخصوا سريريا؟ شو هي الإجراءات اللي تلزمكم لتشخصوا الحالة؟ تمام. أولا طبيعة الألم. نعم. يعني المريض لما يجي لعندي عمره فوق 60-70 سنة وعنده ألم شديد جدا. نعم. ألم طاعن، ألم مثلا كأنه والله يقول خنجر ظهري حارق يعني. حارق. فأنا هون دوما يعني أبحث عن سبب نوعي. نعم. للحالة. ممكن يكون كسر بسبب طرف عظام، ممكن يكون نقائل، ممكن يكون شيء مو كويس يعني، أو يكون مثلا مشكلة مثلا التهاب قرص يعني. في عندنا سبب حاد يعني. نعم. إذا العمر نحن مو مثل لما يجي لعندي شاب وعنده ألم أسفل ظهر يعني من 2-3 وهالأمور، فأنا دوما ألجأ إلى الأمور اللانوعية يعني. ممكن يكون تعرض للبرد أو تعرض للشد يعني حركة غير خاطئة. فلذلك العمر كتير مهم، لأنه دوما الأمراض اللي غير جيدة بتحدث بالأعمار المتقدمة. فلذلك ألم لما بالعمر معين هذا بيعطيني شوي توجه. ثاني شيء القصة المرضية للألم، هل هو الألم حاد أو تحت حاد أو مزمن؟ نحن عندنا حاد يعني لمدة أسبوع. نعم. الألم اللي يمتد لمدة أسبوع هذا ألم حاد. الألم اللي صار له من تقريبا أسبوع ل6 أسابيع هذا بنسميه تحت حاد. تحت حاد. الألم اللي صار له أكثر من شهرين هذا صار ألم مزمن. لكل واحد منهم في توجه معين للطبيب فيما يتعلق بألم الصدر، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر. أبدا. مع العمر طبعا. نعم. طبعا لما يجي واحد ألم حاد، هلا بكره بدنا نشوف بالعلاج الألم الحاد غالبا الشفاء عفوي تلقائيا راح المريض يطير. لما يكون الألم تحت حاد فأنا أدور على مشكلة معينة. لما يكون الألم مزمن أدور على مشكلة أخرى. إذن توقيت الألم، مدة الألم من إمتى أيضا من العناصر الهامة يعني. إذا نحن أول شيء العمر، ثاني شيء طبيعة الألم. هل الألم شديد جدا أن يوجهني في شكل تمام الألم. أو الألم هو خفيف؟ هل الألم جاي من فترة قصيرة ولا هو من فترة شوي طويلة ولا طويل كتير؟ نعم. هدول الأمور. ثالث شيء طبعا في مرافقات الألم يعني. هل الألم يعني مثلا يترافق مع ترفع حروري؟ أيوة. تعرق بالليل، هذا يخليني أتوجه باتجاه المالطية. مثلا إذا هل الألم عم ينزل لأجر معينة، فهذا ممكن يخليني أفكر بديسك قطني ضاغط على الجزر، أو التهاب عصبوركي سكري مثلا. أو مثلا ألم في له مثلا صفات معينة، مثلا ما يجي إلا على الشدة النفسية، فممكن أنت هذا ألم نفسي المشاء. فلذلك مرافقات الألم أيضا بتعطيني
بعض الامور اللي انا تخليني توجهني انا باتجاه انه شلون بدنا نحن نتعامل مع الالم، نقول له روح على البيت ولا نقول له روح صور وهالامور. فهذا الموضوع كتير مهم، عوامل كتيرة يعني. وفي بعض الامور المهنيه كمان مثل ما قلنا، اذا واحد مثلا حسينا انه هذا عنده مهنه معينه تعرضه للديسكات وهالامور، فنحن ممكن ايضا هذا يفيدنا يعني. الدكتور، الاستقصاءات اللي تلزم بعد القصة المرضية مثلا تصوير شعاعي، تحاليل كذا، تنطلب مثلا؟ يعني نحن مثل ما قلنا دوما سواء كان بسيطة أو نعم متطور يعني. الألم هو غالبا هو لا نوعي. الطبيب هون مهمته انه شلون انت يعني لما يجي مريض صار له يومين ثلاثة عم يجع ظهره، مو معقول انا ادخله باستقصاءات رنين ومكلفة وممكن يعني ما له داعي يعني. وبالعكس ممكن يكون إذا كان ألم شديد بيخليني أنا أسوي رنين وأسوي ومضان عظام وأسوي مثلا بيت لكامل الجسم. يعني الاستقصاءات حسب الحالة، ولكن الاستقصاءات تتراوح من صورة بسيطة للعمود القطني ينتفي الغرض، ممكن هاي تكشف لنا إذا في عنا انقراص، إذا عنا مناقير، إذا عنا ترقق عظمي، نقص كلس بالبنية العظمية للفقرة. والطبق المحوري اللي بيعطيني معلومات عن حدوث مثلا ديسكات قطنية، أو مثلا عندك انزلاق مثلا، أو عندك مثلا نزف بالمنطقة القطنية، مثلا ورم دموي، واحد عم ياخذ ميعاد. صح. الرنين بيعطينا معلومات أقوى وأدق عن القناة الشوكية، هل هي ضيقة، هل هي واسعة، إضافة إلى النقائل الفقرات والأورام اللي ممكن نشوفها بالمنطقة القطنية. أيضا جاي. طبعا الأمور الثانية اللي هي البيت أو مضان العظام، أو بعض التقنيات المتطورة للرنين كمان موجودة. وطبعا كل مثل ما قلنا كل نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الأبسط إلى حسب الحالة، حسب الحالة طبعا. وحسب توجه الطبيب خلال القصة السريرية للمريض. أكيد. تمام. إذا كان مريض موجه، حتى ممكن يكون موجه من طبيب أورام يعني. صح. أحيانا يعني صح. مثل ما ذكرتوا يكون في نقائل يعني. صح. طبعا هالإجراءات هاي كلها الطبيب هو اللي بيقرر، وبظن اللي ذكرتهم كلهم متوفرين عنا، حتى الموضوع يعني كثافة العظمية والكذا كله موجود يعني متوفر بمنطقتنا. قبل فترة اجى عندي مريض عنده سرطان رئة، ولكن معالج يعني. نعم. عاملين جراحة وهالامور، اجى بألم اسفل ظهر شديد يعني من 3 ايام. هلا هذا طبعا عملنا له تصوير والامور نتيجة مرضه يعني. بس ما طلعش يعني. وهو فعلا المريض شفي لحاله يعني بعد 3-4 ايام. بس الاستقصاء واجب. بس انت هون بحاله معينه خاصه هي. مريض يا ترى عنده، هل عنده ممكن معرض للنقائل، معرض للكسور، معرض لهالامور، فانت مضطر تعمل يعني هالامور، هالاجراء هالاجراء تماما. دكتور، بعد الاستقصاءات اللازمه وهالكل هالامور والقصه المرضيه، اكيد الطبيب يلجا للعلاج. تمام. سواء كان علاج مثل ما ذكرتوا دوائي او راحه، او ايمت مثلا بيلجا للطبيب ليوجهه للموضوع الجراحي. لو نحكي عن محور العلاج. محور العلاج طبعا هذا هون النقطه المهمه يعني. انا برايي بالمقابله العلاج حاليا كون 90% من الآلام أسفل الظهر هي آلام غير نوعية. نعم. فلذلك أنه موضوع أنت تتدخل جراحيا. نعم. راح تأذي المريض. راح تأذي المريض، وهيك تم إثبات هذا الموضوع عالميا يعني. تماما. العلاج اختلف تماما يعني. العلاج حتى إذا في ديسك موجود بالقناة، فهذا أيضا إلا إذا كان في شروط، في استضبابات للجراحة. نعم. يعني بدنا نحكيها بعدين إذا هاي. أكيد. نعم. ولكن حاليا ألم أسفل الظهر كون هو 90% هي أسباب غير نوعية، فالعلاج يرتكز على 3 محاور. اللي هن المحور الأول هو العلاج الدوائي. أنه مريض عنده الألم مثلا شديد، هل يتطلب علاج بالمسكنات؟ فممكن أنت تعطي علاج بالمسكنات لفترة وجيزة من الزمن، وما تدخلوا باعتياد على المسكنات فترة قصيرة. هذا المحور الأول. نعم. المحور الثاني اللي هو أهم هو إعادة تأهيل المريض وإعطاء علاج فيزيائي. نعم. وعلاج فيزيائي وتمارين تمطط قطني أو وضعيات معينة
هذا مكمل مكمل للعلاج الدوائي ومهم يعني. ومهم جدا جدا. طبعا هدول الاثنين حاليا اسمهم إعادة تأهيل مريض ألم أسفل الظهر لمنع من دخوله بمرحلة العجز. العجز الوظيفي نسميه. صح. يعني طبعا نحن مع يعني هون مع الأسف الشديد هون عندنا بالمنطقة يعني يوجد ميل للجراحة كبير، وهاي الجراحة ما عم تشفي المريض، يعني عم تخلي المريض عم يتألم أكثر. صح. يعني أنا حسب إنه عم يجوا لعندي اللي عملوا جراحة ما حطاب، يعني ما عم يتبعوا شفاء تام، يعني ما يتبعوا هذا الموضوع اللي يعني توجه عالمي نحو الموضوع. الشغله الثالثه، المحور الثالث هو الرعايه الشخصيه. يعني انت بعد ما تقدم للمريض الادويه اللي تتطلب وفتره العلاج، زائد تحوله الى مركز اعاده تاهيل فيزيائي، بيستفاد كثير على الفيزيائي على فكره. صح. الثالث شغله هو الرعايه الشخصيه. الرعايه الشخصيه هي اولا تجنب مثل ما يقولوا التواجد بالمنزل لفترات طويلة. نعم. لازم تتحرك كتير. أيوة. تتحرك كتير، تطلع من الصبح وتتحرك مشان هذا الموضوع يروح على مسفل الظهر. ثاني شيء ابتعاد تخفيف الوزن. نعم. تخفيف الوزن، إذا أنت ما عندك قدرة على تخفيف وزن تروح عند أخصائي تغذية، لازم يخف الوزن مشان أنت تقدر تصل للهدف اللي نحن الطبيب وانت بدك اياه. يعني الشغله الثالثه هو ايقاف التدخين. التدخين بعد ما اثبت انه هو سبب مهم لالم اسفل الظهر، فلذلك هلا حاليا يتم التركيز على ايقاف التدخين. الشغله الرابعه من الرعايه الشخصيه هو تغيير الوضعيات اللي ممكن انت تشوفها شاذة باثناء عملك، يعني نعم. سواء القعده على الكرسي، نمط الحياه او يعني. لا الوضعيات اللي انت عم تاخذها، هاي الوضعيه مثلا انت عم تقعد كثير على الكمبيوتر، لازم تعمل فترات تقطع، تطلع تمشي، تروح لك مشوار ثاني، تعمل لك شغله ثانيه غير الكمبيوتر يعني. فلذلك عالميا حاليا تم يعني الوصول الى العلاج الدوائي زائد العلاج الفيزيائي زائد الرعاية الشخصية، هو ناجح جدا في علاج ألم أسفل الظهر مزمن ويبعد المريض عن العجز. نتائج جدا مرجوة. نتائج هي وانت عم تعالج 90% من الحالات هيك، وهذا هو علاجه. نحن للأسف الشديد بيجوا كثير من الناس اللي موجودين بهالنسبة هاي بنسبة 90%، وطبعا نتيجة عدم خبرة أو أسباب أخرى ما بعرف يتم إجراء العمل الجراحي لهذا المريض. الإجراء الجراحي سوف يؤدي إلى تدهور المريض. تدهور المريض لأن المريض هو بحاجة إلى الحركة، بحاجة إلى العلاج الفيزيائي، بحاجة إلى أمور تانية، بحاجة إلى تشجيع. أنت عم تيجي عم تحطه عملية 4 شهور وبالفرشة ووضع صعب. صح. العمل الجراحي اللي نحن ممكن نتداخل عليه، نحن كنا نجي بال10%. يعني مثلا ديسك عامل 3 شغلات، ألم معند جدا بحيث المريض لمدة تزيد عن 2 شهر في عندك ألم بالظهر وعم ينزل على الإجر وما عم يطيب لا على المسكنات ولا على الفيزيائي، وهاي شلون. أو عندك علامات عصبية موضعة، يعني مثلا مريض صار عنده هبوط قدم يعني بس، أو صار عنده مثلا ما بقى يقدر يمشي على رؤوس الأصابع أو على الكعبين، ففي علامة هون. أو عندك انفلات مسرات صاير مثل تنازل زي الفرس. هلا هدول استضبابات العمل الجراحي. أو عندك شغلة ثانية، كسر بدك تثبته مثلا، أو عندك مثلا ورم بدك تشيله. يعني هدول الأمور اللي أنت لازم تدخل جراحي. نظرة الطب تغيرت بالعلاج. العلاج الجراحي أصبح فقط لهذه الحالات. العلاج هو الأهم، هو الفيزيائي والدوائي لحد ما، وأعطاء نصائح تتعلق بالرعاية الشخصية للمريض يعني. وهذا عم يقضي على ألم أسفل الظهر في معظم الحالات. يرجع المريض لعمله هالأمور وتشوف عنده ديسك كبير بس عم يشتغل يعني. إيه، لأنه يعني أنت اشتغلت معه صح. إذا هل المحور هذا جدا مهم للأسف. ثقافة الناس، يعني إذا تطرقنا لهالموضوع هذا، وحتى زملائكم الأطباء الجراحة العصبية بيلجأوا يعني
فورا للعمل الجراحي. هاي يعني ما عم نتهمهم، ولكن هاي في معايير دولية كل فترة بتصير في امور جديدة، يعني لازم يتبعوها، لازم يكون دائما على قدم وساق انه مع يعني المؤتمرات. هو حقيقة الموضوع طبعا إن أصدقائنا اكيد. ونحن علاقتنا مع بعضنا، بس يعني هي الشيء اللي موجود والتطور العلمي ما فيك أنت تخفيه يعني. تماما. يعني أنت ملزم كشخص إنسانيا وأخلاقيا أنه أنت الشغلات الجديدة أنت تعطيها للناس. فلذلك هلا نحن بكل صراحة يعني مع الأسف الشديد يوجد ميل لإجراء العمليات لأسباب متعلقة بعدم الخبرة بعلاج آلام أسفل الظهر، أو الشغلة الثانية لأسباب مادية يعني، وأحيانا بتجي لأسباب أخرى غير مفسرة. نعم. فلذلك هلا نحن نحاول هذا الموضوع لازم يعني هيك حاليا الوضع هيك. الوضع انه 90% يعتبر الالم غير نوعي والسبب غير نوعي، حتى اذا كان ديسك او مرتبط بالفقرات او هاي، علاجه هو اعاده التاهيل تماما. تماما يعني والابتعاد عن الجراحه، وهذا هو العلاج الصح. تماما. هلا موضوع الجراحة ايضا لانه في له عقابيل، في طبعا. له ممكن نتائج ما تكون يعني صح. اذا المريض فات بانتان معين او طبعا. كذا، طبعا. المريض بتكون بمناطق نائية ما كمل صح. العلاج، صح. فالمريض بيدفع ضريبة الإهمال الشخصي طبعا. صح. هو فبينعكس على الطبيب ونتيجة العمل الجراحي. صح. ناهيك عن امور اخرى، هي نتيجة العمل الجراحي ممكن ما تفي، يعني ما تؤدي بنتيجة جيدة ومرجوة يعني. صح. فقدر المستطاع انه الاطباء ما يلجأوا للعمل الجراحي الا لاوقات حاليا مقاربه الم اسفل الظهر عالميا هي كالتالي. بروتوكول العلاج. بروتوكول العلاج حاليا تغير. نعم. اللجوء هو الى العلاج التاهيلي تأهيلي مثل ما ذكرت. اللي يشمل علاج دوائي زائد العلاج الفيزيائي اللي ركن مهم جدا، زائد النصائح اللي نحن نعطيها للمريض وتغيير المريض لنمطه اللي هو كان يعيشه. التدخين يوقفه، وزنه زايد ينقصه، بعض الحركات الخاطئة بيعملها هاي مثلا بيقعد على الكرسي مثلا لفترة 12 ساعة يشتغل على الكمبيوتر، يحاول يلغي الموضوع. فهذا الموضوع بيعطي نتائج مبهرة يعني الألم يروح، يعني يبلش الإنسان يرجع إنه والله تيجي تقعد تنام للساعة 12 بيضل ظهرك يجعك. بدك تفيق بكير، بدك تفيق الساعة 8 تطلع تفوت تتحرك تشتغل، ومع تخفيف الوزن مع إيقاف التدخين مع الذهاب إلى مركز علاج فيزيائي بيعطيك شوي حركات كمل يعني حلقة زائد العلاج. إذا كان في شوي كمان وجع نعطيك شوية علاجات بروفن الأمور. تمام. فهذا كله يخليك أنت تطلع من هالحلقة المفرغة. حلو كتير. دكتور رح نتوجه لأسئلة المستمعين. طبعا حابب أذكر المستمعين اللي حابين يسألوا أو ينضموا لنا عبر كومنت عبر البث المباشر. أنتم عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور وسيم حسن عثمان، اختصاصي بالأمراض العصبية. أحد المستمعين بخصوص فيتامين البي 12 عم تسأل مستمعات هي أنه هل مجموعة الفيتامين بي 12 جرعة، كيفية أخذ الجرعة واستخدامها؟ هلا بالنسبة هي بالغة أكيد. فيما يتعلق بالفيتامين بي 12، أولا الفيتامين بي 12 شلون بدنا نحكي مخزون عالي جدا موجود بالجسم. يعني مثل شلون شيء لا ينضب، النبع شلون ما ينضب تماما. فالفيتامين بي 12 لا ينضب أبدا إلا إذا صار في خلل بامتصاصه. يعني نحن هلا المريض طبيعي نجي نحن بنشوف كمان هالحالة بالعيادة، والله خذ 10 إبر فيتامين بي 12. تماما. فهمت شلون؟ بيجي بعدين بخراج بالمنطقة اللي شلون ما يلزم ولا فيتامين بي 12 تماما. ولا يفيد يعني بآلام أسفل الظهر كمان. إيه. فهاي عبارة عن حركة أيضا غير جيدة. البروتوكول كمان يعني ما في بالبروتوكول هذا الموضوع ما أبدا موجود. يعني. هالحقن الإبر وهالأمور كله هذا فاضي. تجي حبوب هالعلاج هذا بيجي حبوب ولا؟ هذا شلون نحن إذا صار عنا نحن عنا فيتامين بي 12 في عامل اسمه العامل الداخلي بينفرز من الخلايا الجدارية بالمعدة. بينفرز لما يجي الطعام يحوي على فيتامين بي 12. أيوة. راح يجي العامل الداخلي بيربط فيتامين بي 12 فيه وبياخده لمنطقة اللفائف ويتم امتصاصه من منطقة الأمعاء.
فبيروح لهونيك وبيروح للجسم، بيروح للمخزن الذي لا ينضب تمام. مهما كان. تماما. فانت ما دام في امتصاص فرح ما رح ينضب. فلذلك لما يصير عندنا نحن نضوب بمخزن الفيتامين بي 12، فنحن هون على رأسا في عندنا خلل بامتصاص فيتامين، يا اما الخلايا الجداريه متضرره او مخاطيه المعده متضرره، او عندك العفج في سوء امتصاص، ممكن مثلا داء زلاقي او امراض اخرى، داء كرون، او عندك مثلا بعض العمليات اللي اجرت على الطريق الهضمي. فهذا انت ما بقى فيك تعطي فيتامين بي 12 اساسا فمويا، لانه حتى اذا اعطيته فمويا ما راح يمتص. فالعلاج هو بالحقن. نعم. وطبعا الفيتامين بي 12 يعطي مرض اسمه التنكس المشترك تحت الحاد، وهو مرض لازم يشخص وتنعطى الابر يعني فورا مشان ما يدخل المريض بحاله غير عكوسه. تمام. نعم. شكرا للجواب. دكتور، مستمع آخر بيسأل أنه هو ربما قد يكون يعني بيخص مجال الأطفال، ولكن رح نسأل الدكتور. طفل عمره 1 و8 شهور ما عم يمشي، هو عم يحبي بس ما عم يمشي، شو السبب؟ حابب يعني طبعا هون الموضوع مرتبط بشغله معينه، انه هلا حسب ما يمشي، اذا نحن عندنا تاخر حركي. هلا ما نعرف اذا العقل سليم كمان ولا لا. اكيد سليم، نعم سليم. حسب ما ذكر سليم. تمام. يعني نحن عنده نطق لما يكون العقل ايضا غير سليم فهذا نسميه تاخر روحي حركي. تاخر روحي حركي. اما هون تاخر حركي، التاخر الحركي بيدخل ببعض هون لازم نحن نعرف هل ولاده الطفل كانت طبيعيه او طبيعيه، مثلا اجت اجت بنفس بالتوقيت المناسب، نعم، ولا كان عنده خداجه مثلا، نعم، هل تعرض الى ازمه بنقص الاكسجين الازرق، هالامور، هل دخل الحاضنه. هلا هدول الامور كلياتها بتوجهنا انه صار، او مثلا صار عليه حراره اثناء الولاده، شكل التهاب صحي، التهاب دماغ. نعم. هلا هدول الامور توجهنا انه في عندنا اذيه بنيويه بالدماغ. فممكن هي تم اصابه الفص الجبهي بالجهتين، وهذا عمل له تاخر. هو بده يمشي بس رح يتاخر عن نفس الفئه العمريه يعني. تمام، من اقرانه يعني. تمام. نعم. احيانا بتصير عندنا بعض الاسباب الاخرى مثل اعتلالات الاعصاب الوراثيه اللي ممكن ايضا تجي، واحيانا ما بيكون في شيء نهائيا لانه عمره صغير لسه. عمره 1.5 سنة، ممكن يكون هذا شيء طبيعي ورح يمشي ويتغير كل شيء يعني. فلذلك انا برايي نستنى لمده 3 سنوات. اذا شفنا الموضوع ازداد والحركه ما عم تتحسن، ما في تطور او ترقي، في تاخر حركي عم يزداد، نعم، ففينا نتدخل باجراء استقصاءات يعني. اكيد. سؤال اخر، المستمعات عم تشكي من اثناء الجلوس في تنمل وخدران بعضلة الربلة او الساقين. هلا نحن اذا في عنا اثناء الجلوس فقط هذا عم يصير، فممكن يكون هذا انضغاط وعائي يعني. هذا بيصير عند البديني، عند عفوا النحيفين كثير. النحيفين يكون ما في كتله دهنيه او عضليه، فراسا لما واحد يقعد، وخاصه اذا كان قاسي، نعم، عم تقعد على شيء قاسي مثلا مانو لين، فممكن هذا يضغط الوعاء فيعمل شوي نقص ترويه، فيعمل خدر بالجري مؤقت، فهذا يعني بيروح بتغيير الحركه. هلا هذا الموضوع نحن نعالجه بتغيير الجلوس، دوما يكون في شيء اسفنجي يعني، واحد يقعد هاي الامور، وشوي زياده الوزن كمان مشان تتزوج. اكيد. بنوجه تحيه لمستمعينا جميعا اللي عم يشاهدونا. الاخ فراس محمد نذير طبعا سلاماتنا لك اخونا العزيز. الإيليو باز، ما بعرف اذا قال لنا الاسم مزبوط. هل الفيتامينات والمكملات تسبب زياده الوزن؟ الفيتامينات والمكملات بصراحه نحن عندنا يوجد خلل باعطاء الفيتامينات من قبل الاطباء. تماما. يعني مثلا والله واحد يجي والله انا عندي وهن عام عم بتعب، والله خذ فيتامينات، يكون هو عنده اكتئاب، بدك تعالج اكتئاب مو تعالج. تماما. فانت امتى نحن بنعطي مثلا بنعطي فيتامين بي 1 عند الكحوليين. الكحول يؤدي الى نضوب فيتامين بي 1. تماما. فانت بدك تعطي هون مشان انت تمنع من نضوبه. مثلا مريض اللي عنده عم ياخذ ادويه تدرن، فانت بدك تعطي فيتامين بي 6 هذا بيرودكسين مشان ما يصير عندك نقص بهذا الفيتامين. صح. او ادويه المالطيه مثلا، ادويه المالطيه ايضا الريفامبيسين بيعمل او مثلا عندك مريض مكتئب وصار له عنده قهم شديد
صار له شهرين ما ياكل. فانت لما تعالج الاكتئاب كون انه ما ياكل فبدك تعطيه فيتامينات معوده عن الفتره الماضيه. صح. اما والله مريض جاي مثلا جاي اكل كيلوين كباب عندك الظهريات وجاي عندك بعد الظهر على العياده وفهمت شلون، والله انا عندي الم اسفل الظهر تعطيه فيتامينات، طبعا هذا موضوع راح يزيد الوزن يعني. اكيد تمام. فلذلك اعطاء الفيتامين اذا كان محله فهو راح يكون لانه نحن في عندنا شيء اسمه سميه الفيتامين. يعني مثلا بفيتامين بي 6 اذا اعطيته بجرعه عاليه ولفتره تزيد عن 3-4 سنوات فبيعمل التهاب اعصاب سمي. وهذا انا شفت حالي قبل فتره، امراه عمرها 70 سنه وعم تاخذ الفيتامين بجرعه عاليه 3 حبات باليوم صار لها اكثر من 5 سنوات. أيوة. فهلا عندها اقدام حارقه يعني. وسوينا لها تخطيط ووقفنا له الفيتامين يعني. تماما اكيد. اخر سؤال للاخ زنار عم يشكي انه دكتور انا عندي ديسك فقرات 4 و5، الفقرة 4 و5، شو الحل؟ حكيم قال لي انه اعمل عملية بس انا ما قبلت. طبعا هذا الامر عائد لك، والاكيد الدكتور بينصح انه ما تعمل عملية مبدئيا. ما بعرف اذا الديسك الفقرات 4 و5 سؤاله نجاوب عليه. فنحن يعني بالنسبة للجواب نحن أؤكد على الموضوع، إذا ما في عنا استطباب العمل الجراحي اللي هو ألم شديد، يعني ألم شديد شو هو؟ ما يخليك تيجي على الشغل، مو انه ألم هيك يعني يعجز عادي يعني مقعد، ألم مقعد يعني ألم شديد ومقعد، أو مثلا عندك علامات عصبية موضع أو تنزل فرس، أنا أنصحه بالعلاج اللي أنا قلته تماما. مسكنات خفيفة. في نهاية الحلقة رح نعيد التوصيل. علاج فيزيائي واتباع أمور شخصية لرعاية معينة بحيث تؤدي إلى إنهاء الألم. تماما. كنا بدنا ننهي الحلقة ولكن الأخ حسين عندي التهاب عصب بالفخذ يعمل تيبس بالركبة، فالركبة والفخذ ما بعرف إذا كيف فينا نجاوبه. هلا هون هذا عنده ألم بالفخذ، ما نعرف شو طبيعته بصراحة، بس ممكن يكون هذا ألم عصب حسي، هذا فخذي وحشي نسميه. هذا بيصير عند المرضى السكري، ويصير أحيانا عند المرضى عند الحوامل بسبب الجنين يضغط على العصب، وبيصير عند المرضى اللي يحطوا مشدات على بطنهم، ويصير هدول اللي يشدوا القشاط كتير، فهدول بيصير عندهم أو أحيانا بعض الردود يعني بيصير عنده هذا الألم. هذا الألم ممكن يضل عدة أشهر بعدين يغيب لحاله يعني. أي. دكتور بنختم لقائنا الجميل وحضوركم الجميل، شكرا لكم الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. شوية توصيات للمستمعين طبعا من بداية الحلقة هي كانت بمثابة توصيات لنهاية الحلقة أكيد يعني. نوصي مستمعينا الأصحاء والمرضى من عبر منبرنا. تمام. هلا نحن نوصي انه ألم أسفل الظهر هو ألم شائع جدا، ولازم المريض يسلك السلوك اللي أنا قلته. تمام. تغيير أبدا ما يصير أنت تبلش من فوق لتحت، لازم تبلش من تحت لفوق. فلذلك أي ألم أسفل الظهر لازم يعالج دوائيا وفيزيائيا وشخصيا. هل 3 محاور هي العلاج الناجح لألم أسفل الظهر. وأساسا ألم أسفل الظهر الحاد اللي صار له 3 أيام هذا أساسا راح يروح لحاله من دون أدوية عفويا. فلذلك والله يجي واحد مريض ما صار له 3 أيام شلون، والله روح على العملية بعد العملية يصير معه شيء ثاني وهالأمور. تماما. اختلاط آخر أساسا هذا بده يروح لحاله بلا دواء. تماما. بس علاج راحة زائد استراحة خفيفة مع مسكنات خفيفة تلطيفية. فلذلك نحن نشدد على تخفيف الإجراءات الهجومية والقاسية بالنسبة لآلام أسفل الظهر. نعم. وندعو طبعا حتى الأطباء زملائنا يتريثوا بالعمل الجراحي. كون النظرة العالمية تغيرت بالنسبة لألم أسفل الظهر، وصار هو العلاج هو التأهيلي أكثر ما هو جراحي أو دوائي هجومي. تمام. بالكورتيزونات وهالأمور. حتى يعني هالأمور الكورتيزون وهالأمور يعني أيضا هذا الموضوع مرفوض يعني. تمام. العلاج هو كالتالي: علاج تسكيني خفيف زائد علاج فيزيائي تأهيلي زائد بعض النصائح الشخصية اللي ممكن يتبعها المريض راح تؤدي إلى زوال ألم أسفل الظهر بشكل نهائي يعني. وعودة إلى الحياة وعودة إلى الحياة الطبيعية بدون
أي أعراض أي أعراض بدون أي شفرة. أكيد. ألف شكر لكم مرة ثانية دكتور وسيم حسن عثمان. شكرا لكم. الله يخليك. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا ومتابعينا، زملائي بالكنترول شيرين ومروان. شكرا لكم. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستوديو الدكتور وسيم عثمان، اختصاصي بالأمراض العصبية. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.